انا اسف يا فندم، انا مش سامع حاجه خالص، الف مبروك. وكانت صعوبات كبيره واجهتكم، تسمعني كويس؟ بالنسبه للصعوبات، امبارح كان في ازمات كتير واخبار كتير اتكلمت عن صعوبات، ولكن الزمالك بقياده احمد حسام ميدو نجح انه يتاهل لدور ال 16. شايف ابرز الصعوبات اللي كانت واجهتكم في مباراه اليوم، خاصه ان ما كانش فيه بث تلفزيون لهذا اللقاء وما استمتعناش باحداثه بشكل او باخر؟ يعني احنا النهارده الكلام اللي احنا قلناه قبل مباراه الذهاب او بعد مباراه الذهاب ان الفرقه دي من اقوى الفرق في افريقيا، النهارده بعنا الكلام ده، لكن الحمد لله اللعيبه كانوا على قد المسؤوليه ولعبنا مباراه كبيره جدا. عايز اقول ان احنا لينا ضربتين جزاء، يعني صلاح منهم واحده ضربه جزاء وطرد في الشوط الاولاني لحازم امام، لكن للاسف ما حصلناش عليهم. واللعيبه كلها بلا استثناء كانت على قد المسؤوليه، ولعبنا الحمد لله. احنا زي ما قلنا قبل مباراه الذهاب، بعد مباراه الذهاب ان احنا هنيجي هنا نلعب كورتنا ونهاجم، ويمكن ده واضح من التشكيل ان احنا كنا بنلعب بتشكيل عادي جدا كاننا بنلعب على ملعبنا. هو ده المكان الطبيعي لنادي الزمالك يا جماعه. نادي الزمالك هو ده مكانه الطبيعي ان هو يسافر يلعب الماتشات اللي زي دي بالصعوبه دي ويفوز، لان هو ده وضع نادي الزمالك الطبيعي، او ده الوضع نادي الزمالك الطبيعي اللي احنا بنحاول نرجعه مره ثانيه. بالفعل كان ليك تصريح قبل كده يا كابتن احمد بخصوص نادي الزمالك، وقلت ان من الطبيعي ان نادي الزمالك يكون موجود في دور ال 32، ولكن يكون موجود في دور ال 16 باداء مقنع بشكل كبير جدا في ظل قياده جديده وفي ظل انسجام واضح ما بين اللاعبين. يمكن ما تمتعناش النهارده باللقاء وما قدرناش نتابعه بشكل كبير جدا، ولكن من كلامك ومن التصريحات السابقه قبل المباراه قلت ان انا هلعب بطريقه مش دفاعيه ومش هجوميه، طريقه متوازنه ما بين الدفاع والهجوم. عملت تغييراتك النهارده، كان خروج عمر جابر ونزول محمد ابراهيم، احمد جعفر بدلا من احمد علي، بتحاول اشراك اكبر عدد ممكن. سياستك واضحه في الفتره اللي جايه يكون في فريق اخر ويكون في دكه بدلاء تقيله، وهل عينك على البطوله الافريقيه خلال هذا الموسم ولا ايه التفاصيل؟ يعني انا قلت للعيبه قبل المباراه ان المباراه دي هتبقى من اصعب المباريات اللي هنقابلها في مشوار البطوله، وزي ما توقعت فعلا كانت مباراه صعبه جدا، لكن زي ما يعني قدامنا لسه مشوار طويل للوصول لنهائي البطوله اللي احنا بنطمح بيه وبنحلم بالوصول للنهائي. نادي الزمالك بقاله سنوات طويله بعيدا عن التتويج الافريقي، ولكن انا بطمح ان بهذا الفريق وبالمجهود والاخلاص اللي احنا بنعمله كلنا ان احنا نصل لنهائي البطوله الافريقيه ومره اخرى باذن الله. قبل